يطلب مني اشتم اعراض مصر. اقدر اعرف منين؟ من اسرائيل. انا سوري، انا من سوريا وعايش في تركيا، تمام؟ اجيد اللهجتين السعوديه 100%. الان انت لما تسمعني بتقول هذا ما شاء الله عليه من السعوديه، وفي لحظه اقدر اقلب لك مصري بتقول ما شاء الله الراجل ده من الجيزه من بنها. تمام؟ تمام يا حمدي؟ تمام. فتحت لايف من الجيزه من بنها دي احنا كشفنا انك مش مصري اصلا. ايوه بس بقدر بس اعجبك يا استاذ، ده انا لهلوب وبتكلم كويس مصري. اعجبك يعني ومستعد ارتاح لك لغايه الصبح مصري، واقدر اقلب لك سعودي في لحظه. اللي تبي وش تبي قل لي بس، امرني اقدر اعطيك اي كلمه. الموضوع مش هنا يا جماعه، خلونا من الموضوع هذا. الموضوع فتحت لايف، شفت المناوشات بين السعوديه ومصر، تمام؟ مره انزل باسم مصر واشتم في السعوديه، مره انزل باسم ثاني واشتم في مصر، تمام؟ مره سعودي مره مصري. في يوم من الايام يا جماعه نزل لي 18 اسد في يوم، في ظرف ربع ساعه والله 18 اسد. طبعا كنت اشتم في مصر، تمام؟ الداعمين تعرف عجبهم الاسلوب وانا سليق لسان واسكت اي واحد يطلع يشتم. كان نظامي يطلع قسط عندي يبدا هو يشتم. طبعا انا احط صوره مسيئه لمصر، طبعا شيء اكيد رده فعله راح يشتم، تمام؟ الان انا اشتم باسم مين؟ باسم السعوديه، صح؟ كصوت كلهجه. فالداعمين ما شاء الله اصبحوا يدخلوا علي على الخاص، يرسلوا لي صور مسيئه وخطيره جدا، تمام؟ عن الرئيس السيسي، مره عن مصر، مره عن الاحداث، ويطلبوا مني احطها واتكلم. طبعا كل ما حطيت، اول ما احط الصوره ينزل اسد على طول قبل لا ابدا اللايف. الاسود على فكره مش لي انا، لحمايه اللايف. اوكي؟ انت عارف لما لايف يكون فيه مثلا دعم او تكون في الترتيب صعب ينحضر بسرعه، ما ينحضر اصلا. اوكي. لانه يكون محمي بالدعم. فانا والله العظيم جمعت في اسبوع ربع مليون جنيه اللي هي بالسعودي حدود 25,000 ريال، تمام؟ انا انبسطت، ما في مشكله، ما في مشكله. طبعا انا عايش يا جماعه، انا سوري وفي تركيا الان، انا الان اكلمكم من تركيا ومشغل في بي ان على السعوديه. تدخل على الفي بي ان تلقى موقع الرياض السعوديه معروف. انا عندي في بي ان يحولك لمصر، وطبعا في بي ان مدفوع الاجر، وفي بي ان ثاني يحولك للسعوديه. فانا الان شغل في بي ان السعوديه، تمام؟ الموضوع مش هنا يا جماعه، الموضوع في ناس اللي دفع هذا يطلب منك اجنده خاصه، يطلب منك اجنده خاصه، يطلب منك مواضيع تتكلم فيها، يطلب منك تشتم اعراض. انا طبعا انبسطت في شتم الاعراض. تعرف لما تطلع مثلا وحده غيوره على بلدها تكون من مصر وتطلع تشتمني، انا اشتمها، تمام؟ الداعم يكون مبسوط، عامل قهوته ومظبط قهوته يا جماعه، وفلوسه ما شاء الله بالمليارات، وما عنده مشكله يرمي لك 20 اسد، بس اهم هو يكون منبسط. يعني عارف هم اذا انبسط الداعم منك يحبك، تمام؟ يعمل لك فولو، يريحك. فاصبحت الان يطلب مني اشتم اعراض مصر. اول كان الشتيمه يعني متبادله، قصف متبادل بيني وبين الاخ، اي واحد يطلع. لا الان الموضوع كبر. اولاد فيفي عبده، انت فاهم؟ ركزوا على موضوع فيفي عبده. انتم فيفي عبده الازهر، ايوه والازهر. واتكلم في طبعا ركزوا على شارع الهرم، اضرب في شارع الهرم. يلا انا اروح اضرب شارع الهرم تنزل لي 4 اسود، انا كسبان او لا؟ اوكي ضربت شارع الهرم، غلطت غلطه واحده في حياتي وهي اللي خلتني اتوب. والى الان انا مطارد يا حمدي، على فكره مطارد، واهلي في خطر في تركيا. اوكي؟ اي كلمه ممكن هم عارفين اهلي وعارفين اخوي وعارفين امي وعارفين بيتنا، تمام؟ انا الان طبعا انسحبت منهم نهائيا، ويمكن الان ترى يتابعوني عندك يا حمدي، يدروني عندك الان، لكن انا ما يهمني، بقول كلمه الحق. انا بقول كلمه 90 واحد، ما تقولش لسه، ما تخافش. اول ما يلاقي بس فوق ال 200 واللي ورا ال 90 ممكن 99، انا ما يهمني. انا بقول كلمه حق. انا غلطتي الوحيده اني قلت كلمه شتمت فيها مصر، اعراض مصر كلها، قلت كل مصر كلمه يعني مش كويسه يا حمدي، تمام؟ ونزل لي الاسود. طبعا انا خلاص، انا والله شبعت فلوس صراحه، صرت خلاص كل يوم اذا ما نزل اسد انا ازعل. يعني ليش ما جاني اسد؟ غريبه. وعلى فكره مش داعم واحد، 6 أو 7 داعم. اقدر اعرف منين؟ من اسرائيل.
اقولها لك على البلاطه، ما راح اقول لك 8200 من اسرائيل، وعندهم وعايشين في تركيا، وعندهم ما شاء الله. طبعا مش هم اللي يدفعوا وسطهم. ايوه يا حمدي. طيب معلش يا نصر، ثانية يا راشد، سيبه يا راشد، استنى. اللي ما يسيبوني انا والله العظيم ممكن انا الان. طيب انا ممكن طبعا يا حمدي اتفضل. جماعة ممكن تنزلوا وخلوا مصر بس، مش عشان حاجة، عشان المقطع ده لما انزله انتوا ما تتحسبوش. وهنزل قسما بالله اللي هيقرب لها لا اشيله من فوق وش الارض. والله يا رجال ما بدي بالاجابه، ولا ينحي العار الا النار النهابه.